السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبألف صحة وهنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين الجمال بقى والحلاوة؟ ان شاء الله النهاردة احنا هنعمل صينية البطاطس بالفراخ. طبعا زهقنا من الفسيخ والرنجة، قلنا بقى النهاردة نغير كده ونعمل حاجة جميلة كده، صينية بطاطس على السريع كده، وفي نفس الوقت ما نقفش كتير في المطبخ ولا نتعب نفسنا. زي ما انتم شايفين كده انا جبت بطاطس وقطعتها وضربت القوطه في الخلاط ورشيتها عليها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وحطيت مكعب شوربه وهنزل عليها بالملح ومعلقه شوربه، وهبتدي ان انا اقلبها كويس. طبعا اكون انا غاسله الفراخ بتاعتنا، طبعا انا عملت الفراخ قبل كده مع حضراتكم. اكون غاسله الفراخ ومقطعه عليها بصله وطماطمايه وقرن فلفل حراق وفلفل اسود وشويه حوايج كده على السريع، وهبتدي ان انا احطها على النار وملح طبعا وورق اللوري واشوحها ني في ني. لو انتوا حابين الطريقه بتاعه الفراخ هحطها لكم في صندوق الوصف او هتلاقوها على القناه بتاعتي. زي ما انتم شايفين حطيت معلقه سمن بلدي جميله كده، وهبتدي ان انا بقى ايه خلاص اشوح الفراخ بتاعتي على النار. وبعد ما اشوحها كويس هبتدي ان انا ارصها فوق صينيه البطاطس واحطها بقى في الفرن بتاعي فوق وتحت. ما عندكيش فرن كهرباء هتحطيها في فرن البوتاجاز عادي طبعا. والعصاره اللي هتتبقى من قلب الفراخ هنسيبها زي ما هي ونحط عليها ايه ميه سخنه، ونبتدي ان احنا نعملها. طبعا احنا رشين الفلفل الاسود عشان بيدي طعم حلو لصينيه البطاطس، وفي نفس الوقت يطلع لك صينيه البطاطس زي الكباب. شايفين الجمال والحلاوه؟ نبتدي بقى دلوقتي اوريكم الفراخ. طبعا انا بعد ما غسلتها كويس تغسلها كويس اروح حطها على النار اشوحها كده وافضل اقلب فيها ني في ني لحد ما لونها يتغير معانا ويبتدي يدي للون البيج كده. بعد كده هبتدي ان انا اروح رصاها في قلب الصينيه بتاعتنا. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين اللون بتاعها يبقى درجه البيج دي. طبعا هبتدي بقى ان انا ارصها على الصينيه بعد ما تبتدي ان هي تبقى نفس الدرجه دي زي ما انتم شايفين، واحط العصاره بتاعتها فوقيها اللي هي القوطه والبصل والحاجه فوقيها عشان بتدي لون وطعم للفراخ بتاعتنا وتطلع معانا طعمها حلو وجميله جدا جدا زي المشويه في الفرن. مش عايزه اقول لكم الريحه تجنن. طبعا الميه بقى حطيت عليها اللي هي العصاره بقيتها، حطيت عليها الميه السخنه وهعمل منها طبعا شوربه اللسان العصفور. شايفين الجمال بقى والحلاوه؟ مفيش اسرع من كده اكله. وادي شوربه لسان عصفور شكلها يتكلم عن نفسها. شايفين بقى الجمال؟ لو انتوا بقى حابين تعملوا الطريقه هتلاقوها في القناه بتاعتي، وبطريقه بسيطه وجميله وسهله جدا. ومش عايزه اقول لكم ان طعم البطاطس دي هتعجبكم جدا وهتدعولي. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم بقى. ما تنسوناش بلايك جميل كده زيكم والاشتراك في القناه. مع السلامه.